بالظاهر رفيقاتكم يلي باسطنبول ما بيقدروا على فراقكم. الله يكون بعونهم. مزبوط، بيحبونا كتير. برأيي أحسن شيء ترجعوا لعندهم على اسطنبول بلا ما تعذبون كل مرة بالجاي لهون. بس يمشي الشغل ممكن نرجع. شكرا على اقتراحك. إن شاء الله يمشي الشغل. كل واحد منا له ماضي، وأنا كمان. الحياة باسطنبول مختلفة عن هالبلد، كل شيء بيختلف. بدك تقلي؟ واضح أكيد مختلفة إذا البنات بيلحقوا الشباب. وهالشي كتير زعجك؟ ليش لا يزعجني؟ بالنسبة إلي مستحيل فكر الحق واحد، حتى لو كان وعدني بالزواج وبدهم يعلقوا مشنقتي. حلو كتير، أحلى كلام سمعته لهلا. بس أحيانا الواحد بيضطر ينسي عاصي، لأنه ممكن يكون في سوء فهم. مفكر حالك أنت الوحيد اللي بتفهم؟ أنا شايف إنه أنت اللي مفكرة حالك أفهم وحدة. على فكرة انتبهت عليك جوا وقت اللي شفت الصورة تبعي وقلت لك إنه كنعان صورني إياها، نقلبت خلقتك. والله جد؟ وقت اللي رجعت من مشكلة أبوك وما رضيت تحكي مع حضرتك، شفتي له وشك وقتها؟ انت واحد مغرور وشايف حالك، وعلى شو والله ما بعرف. عاصي لازم نروح. خلينا أمك تقلق. يلا روحي. عاصي أمير خلاص عاصي، تعال اركبي على الفرس. ما بدي. لازم تنسي بقى. تعي. شو جاهزة؟ تمسكي منيح. رح ترجعي تركبي على الخيل ولا شو؟ يمكن. حاسس انك سامحتيني من قلبك لانك وافقتي تركبي. مزبوط؟ هي ماما أكيد بدها تطمن على فاتن، إذا ما حكيت معها رح تشك بشي. أحسن شي
ما رد، بس لازم لاقي فاتن بسرعة.